السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما عودناكم في برنامج رمضان في بلدنا، من قصة جديدة من قصة الأسد وحكاية الأسد اللي دايرة في البلاد المجاورة. وبنقابل واحد طبعا النهاردة من الناس اللي بتلف على الخط، الناس اللي بتسرع على الخط، الناس اللي خابرة في البلاد المجاورة وبتلف، وهنسأله عن قصة الأسد. السلام عليكم يا حاج وليد. وعليكم السلام ورحمة الله طبعا انت وبركاته. عارفني وعارف طبعا البرنامج، واكيد اسمع عنك كتير قوي يا استاذ كرم في البرنامج. اهلا رمضان في بلدنا. الله يبارك اسمع لك. عنك كتير يعني. الله يبارك لك، شكرا يا حاج وليد. ومتابعك يعني. الله يبارك لك يا استاذ وليد، وربنا يخليك يا حاج وليد لينا، وانت شكلك من الناس اللي بتفهم والناس اللي بتقدر. دلوقتي انا هسألك سؤال بس تجاوبني بكل صراحة وبكل بساطة. حوار الاسد اللي داير في البلاد المجاورة ده، الاسد اللي بيقول لك الاسد راح، الاسد جه، الاسد كل اتنين، الاسد مش عارف ايه، الاسد الاسد الاسد. ايه حوار الاسد؟ والله حول الاسد ده انا سمعت عنه، مم. بس ما فيش حاجة اسمها اسد ولا في حاجة. انا دي اكتر من 20 سنة شغال على الخط دهواتي، وشغال واعرف ده واعرف ده واعرف ده. ما فيش اسد ولا في بتاع ده. ممكن يكون قط ايوه ايوه، بس قال اسد. بس يا عمي كلام اكيد احنا سمعنا وكلام من مصادر موثوقه ان فيه اسد في البلاد المجاوره. وطبعا الحوار كالاتي اللي سمعناه، فانت طبعا يعني معلش يا استاذ وليد برضو او يا حاج وليد، ان انت لافف في البلاد اكيد شفت الاسد. ما فيش اسد. ماشي في ما فيش اسد. يطلع قط كده بس يقول له اسد. مكبرين يا النشوف. عم اسد دي مش قاعدين في غابه احنا هنا. ايوه. لو ماشي اقول لك ممكن يكون حصين. انت دلوقتي لو شفت الاسد ايه هتعمل ايه؟ دي كده بريدي كده تموت وخالص. الله يا حاج وليد. موت على الارض الاسد. الله يا حاج وليد. لكن اسد دي ما فيش اسد. مفيش اسد. ازاي يا حاج وليد انت تقول ما فيش مؤاخذه يا اتفضل استاذ؟ اتفضل اتفضل. ازاي يا حاج انت تقول ما فيش اسد لما انا جات له بيدي؟ انا جات لي اللبوه بتاعته بيدي، ممكن يكون قط ولا حاجه. وعندي شاهد على الكلام ده. جات لي انا واخوي بسيوني. خد يا تعال، احنا مش جات لنا اللبوه بتاعت الاسد؟ ايوه قلت لنا انا وانت اخوي اللبوه. مره يا الراجل ده يقول كذاب. لا يا اخوي في اسد في ثواني البلد. ثواني ثواني عشان طب لما انتوا الراجل ده مكذبني. ثواني يا جدعان. طب دكتور ما انتوا دقيقة قتلتوش يا يا باشا. بعد اذنك حاج وليد، بعد اذنك. فعلا قتلتوا اللبوه زوجة الاسد؟ ايوه قلت لنا انا واخوي. طب وضربين عليهم نار. ضربين عليهم نار أيوة. وقتلتوه. ايوه قتل. عايز تشوف الصور؟ عايز اشوف الصور يا ريت. ايوه يا ريت. تمام. دي الصوره بتاعت اللبوه. الله الله، ما فعلا يا حاج وليد الصوره بتاعت اللبوه يا حاج وليد. واحنا قاتلين. ايوه ايوه ايوه. ازاي انت تقول ما فيش؟ تقول لي انت ما مش عارف. طب ما طلعليش فيها انا. طب يا اخوي انا مش في الطريق، ما طلعليش فيها الاسد انا. ما طلعلكش كيف؟ ما طلعش الاسد في الطريق. طلعوا الناس لسه كلها هيلف. واحنا قاتلين هيلف. اللبوة. الاسد بيلف. هيلف على اللبوه يشوف من قتلها. يعني انت بس لو شفت الاسد يا حاج وليد يعني ايه، يعني هتبقى عامل ازاي يعني؟ ده انا امسك من زماره تروح كده هذا اسد هذا امسك هاشي واربطه ماشي واحطه في الترسيكل عندي واجيبه. يعني يا حاج وليد لو جه الاسد انا عن نفسي هبقى مطمن وانت موجود. يا راجل اسد هي في اسد دلوقتي يا راجل. والله العظيم لو الاسد فيه